بدأت النجوم تحضر لأعمالها لموسم رمضان 2025، وفي حلقة النهاردة هنعرفكم قائمة مسلسلات رمضان 2025 واللي هيكون أكتر من نجم بينافس بقوة. بس قبل ما نبدأ حلقتنا ياريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله. مرحبا رمضان. نبدأ بأول مسلسل معانا واللي هيكون مسلسل الكينج بطولة النجم محمد إمام، ولذلك بعد تأجيل مسلسل حمزة اللي كان هيشارك بيه موسم رمضان القادم. مسلسل الكينج هيكون من تأليف محمد صلاح العزب، واللي سبق وقدم مع النجم محمد إمام مسلسل هوجن والنمر وحقق نجاح كبير، وهتشارك النجم مي عز الدين في بطولة المسلسل مع النجم محمد إمام، والمسلسل هيعرض على قناة MBC مصر. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضي. المسلسل هتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، ويقدم أحمد العوضي شخصية صنايعي رخام، ويشاركوا في البطولة أحمد عبد العزيز ومنى نور الدين وعصام السقا وصفاء الطوخي وغيرهم. المسلسل اللي هيكون من تأليف محمود حمدان، واللي سبق وقدم معاه مسلسل حق عرب اللي اتعرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاح كبير. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، والمسلسل اللي هيكون من أقوى المسلسلات في موسم رمضان ده، لأنه هيكون من تأليف وإخراج محمد سامي، واللي معروف عن مسلسلاته إن هي بتحقق نسبة مشاهدة عالية. وهيشارك في بطولة المسلسل بجانب النجم عمرو سعد، خالد الصاوي وإلهام شاهين وغيرهم. والمسلسل هتدور أحداثه في إطار شعبي. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل عين شمس بطولة النجم أحمد مكي، واللي بيفاجئ جمهوره إنه بيبتعد عن الكوميديا بعد سلسلة طويلة من أجزاء كبير أوي ليقدم لأول مرة مسلسل شعبي. والمسلسل هيكون من تأليف هاني سرحان، واللي سبق وقدموا مع بعض مسلسل الاختيار الجزء التاني، وهيكون من إخراج أحمد صالح. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، وهيقدم النجم مصطفى شعبان الدراما السعودية في المسلسل. وتشاركوا في البطولة للمرة الثالثة سهر السايغ، اللي سبق وتعاونوا مع بعض في مسلسل بابا المجال ومسلسل المعلم. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل أشغال شقة الجزء الثاني بطولة هشام ماجد، واللي الجزء الأول حقق نجاح كبير منه في موسم رمضان الماضي. مسلسل أشغال شقة هيكون من بطولة هشام ماجد، ويشاركوا في البطولة اسماء جلال ومصطفى غريب وغيرهم. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل جودر الجزء الثاني بطولة النجم ياسر جلال، واللي هيكون استكمالا لأحداث الجزء الأول، خاصة بعد ردود الأفعال القوية على نجاح الجزء الأول. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل العتاولة الجزء الثاني. مسلسل العتاولة هيكون من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، وهينضم لهم في الجزء الثاني فيفا عبده وغيرهم. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل إيش إيش بطولة مي عمر، ويشاركها في البطولة ماجد المصري وغيرهم. ومسلسل هيكون من تأليف وإخراج محمد سامي، واللي هيكون العمل التاني ليه اللي هينافس بيه موسم رمضان 2025 بعد مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد. والمسلسل هيعرض على قناة MBC مصر. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل الزواج ثم قاتل بطولة هنا الزاهد، والمسلسل هيكون مكون من 15 حلقة. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل المداح الجزء الخامس بطولة النجم حمادة هلال، وذلك بعد النجاح الكبير اللي حققه المسلسل في المواسم الماضية. وينضم نجوم جديدة لأحداث الجزء الخامس، ويقال إنه هيكون آخر أجزاء مسلسل المداح. والمسلسل اللي معانا بعد كده أيضا هيكون مسلسل طالع نازل بطولة منى زكي، واللي بيتعود بيه بعد النجاح الكبير اللي حققته في مسلسل تحت الوصايا اللي عرض في موسم رمضان 2023. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل كامل العدد الجزء الثالث بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة. والمسلسل اللي معانا بعد كده أيضا هيكون مسلسل ظلم المصطبة بطولة إياد نصار وفتحي عبد الوهاب ورهام عبد الغفور. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل الأستاذ بطولة النجم يحيى الفخراني، وهيكون من إخراج مندو العدل. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل الحلنجي بطولة النجم محمد رجب، وهيقوم بدور نصاب في المسلسل، والمسلسل هيكون من تأليف محمود حمدان. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل أمير العوامري بطولة النجم هاني سلامة، والمسلسل كان من المفترض عرضه في شهر رمضان الماضي ولكن تم تأجيله. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل ونقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، واللي هيكون اسمه مؤقت. المسلسل هيكون من تأليف عمرو محمود ياسين، واللي سبق وقدم معاه مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل اللي ملوش كبير. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل براموندا بطولة النجم سامح حسين، واللي بيعود للدراما التلفزيونية بعد آخر مسلسل قدمه من 11 سنة وهو مسلسل حمية وحرامية. وتعاقد محمد رمضان على بطولة مسلسل جديد لرمضان 2025، وذلك بعد إعلان غيابه عن موسم رمضان القادم. وأيضا تعاقد النجم يوسف الشريف على بطولة مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، وهيتم عرضه في رمضان على MBC مصر. وبس كده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. ياريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس.